سلام حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مع وصفات يونس. اليوم جبت لكم واحد العصير اقتصادي ومنعش وتيبرد العطش، خصوصا في هذا الشهر الكريم، وتينفعنا حتى في الصيف. الحبيبات ديالي، شجعوني بتعليقاتكم الزوينه، وشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده على الجميع. بلا ما نطول عليكم، نبداو على بركة الله. الغزالة ديالي، بالنسبة للمكونات عندنا 2 بنانات، عندنا 2 ليمونات، وعندنا حامضة. على فكرة حبيباتي، هذا العصير كيعجب الكبير والصغير، واللي داقو عندي تيسولني على الوصفة. كنتمنى تتبعوا معايا المراحل من الاول باش ما تفوتكم حتى شي لقطة، واللي جربها يقولها لنا في التعاليق. غنشدو البنانة الاولى نقشروها، ثم نزيدو الثانية نقشروها، ونزيدو واحد الحامضة ونقشروها على هذا الشكل كيف ما تشوفوا معنا. ما تنساوش الغزالات ديالي تحيدوا العظم من الحامض باش ما يجيكمش العصير مر. كيف ما تشوفوا معنا كاينين العظومه بزاف في هذه الحامضه، ردوا البال لا تدوز لكم شي عظمه. دابا غادي نقشروا الليمونه، ولا كان فيها شي عظم نحيدوه. دابا غادي نقشروا الليمونه الثانيه، حيدوا لها البابه البيضاء باش ما تعطيش المراره في العصير على هذا الشكل، ولا كان فيها شي عظم حيدوه ليها. بعد ما وجدنا الديسير ديالنا ونقيناه، دابا غادي ناخذ البنانه ديالنا ونقطعوها قطيعات صغار، وناخذ البنانه الثانيه كذلك ونقطعوها قطيعات صغار، ثم ناخذ العناصر كلها ونضعوها في الخلاط، ثم ناخذ واحد اطرون لارو ديال الماء ونضعوه على الفواكه. دابا غادي نطحنوا العناصر ديالنا. بعد ما طحنا العصير ديالنا غادي نوجدوه مرحله التقديم. كيف ما تشوفوا معايا الغزالات ديالي، العصير جا خاسر ولذيذ. تقدروا تضيفوه معاه المكعبات الثلجيه او تعملوه في الثلاجه حتى يبرد. كنتمنى تكونوا تبعتوا معايا المراحل من الاول باش ما تفوتكم حتى شي لقطه. الغزالات ديالي اللي جربتها قولها لينا في التعاليق، وشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده على الجميع. حبيباتي، الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وابوني وشاركوا في قناه وصفات يونس باش ديما يوصلكم الجديد، وشكرا على مشاهدتكم.